في ناس انت بتقرب منه وتفتكر ان دولت هما السند والأمان، فتحكي كل حاجة وأي حاجة وتديهم كل حاجة في إيدك. بس الحقيقة مش كل حد بيقرب منك بيتمنى لك الخير. ده ساعات بيبقى في علاقات أصلا وجودها بيكسر وغيابها بيحرر. العلاقات المسمومة مش شرط يكون فيها ضرب أو خيانة واضحة، أوقات بتكون كلمة بتكسر قلبك أو نظرة بتقفل روحك أو سكوت بيموتك بالبطيء. النهاردة في البودكاست هنتكلم عن العلاقات المسمومة، عن الأذى اللي بيسكن جوانا وإحنا ساكتين، وإزاي نلاقي شجاعتنا نقفل الباب ده حتى ولو وجعنا في الأول. ليلى ويوسف الناس كلها كان بيقولوا عليهم perfect match، كابل مفيش شبهه اتنين، بيخرجوا بيفرحوا صورهم مغرقة كل الدنيا وفيها كل الحب والابتسامات اللي في الدنيا وقلوب طالعة من الصورة. لكن بين الصور دي كانت الحقيقة عكس كده تماما. يوسف كان بيحب ليلى جدا، بس كان بيغير عليها لدرجة تخنقها. كان بيختبر ورقها في كل حاجة. انتي بتحبيني؟ انتي فين؟ طب لو بتحبيني ابعدي عن صحابك، كفاية خروجات، كفاية ضحك مع غيري. ليلى في الأول كانت بتقول لنفسها ده بيحبني أكيد وبيغير عليا، أكيد ده الحب الحقيقي. لكن مع الوقت بقت تحس إنها بتتخنق كل يوم شوية عن اليوم اللي قبله. صوتها بدأ يختفي، لبسها اتغير، صحابها اختفوا واحد ورا التاني، شخصيتها كمان اتغيرت. حتى حتى ضحكتها بقت بتختفي كل ما يوسف يكلمها بصوت عالي ويقول أنا بعمل كده علشان بحبك، انتي ليا وبس. ليلى كانت بتحبه فعلا، مش قادرة تستوعب إن الحب لو كان بيكسر حرية شخص يبقى مش حب، يبقى تملك. في ليلة وهي قاعدة لوحدها مسكت صورة ليهم مع بعض وافتكرت هي كانت مين قبل ما تشوف يوسف أصلا. افتكرت ضحكتها اللي راحت، صحابها اللي خسرتهم واحد ورا التاني، حريتها اللي بعدها بدري بدري، وشخصيتها اللي اتغيرت 180 درجة. خدت القرار ومشيت. أصعب وداع كان وداع لنفسها القديمة اللي سابتها تتعلق وتموت بالبطيء. بس أصح خطوة كانت إنها تختار نفسها المرة دي على الأقل. وبعد سنين لما حد بيسألها لسه بتحبيه، بترد عليه وتقول بحب نفسي أكتر، وده الحب الوحيد اللي عمري ما هفرط فيه تاني. العلاقات المسمومة على فكرة مش بتبان من أول مرة، ساعات كده بتبدأ بحب كبير وباهتمام وبوعود حلوة وذكريات ما بتتنسيش، وبعدين كل ده بيتحول لسلسلة تقيلة حوالين رقبتك بتخنقك أكتر. اسأل نفسك دايما، العلاقة دي بت... بتزود راحتي ولا بتسرقها؟ يعني وأنا مرتاح، أنا مرتاح وأنا وسطهم وعلى طبيعتي فعلا، ولا أنا دايما بحاول أغير نفسي علشان أرضيهم بس، ولما بزعل بلاقيهم جنبي بجد ولا قشطة عادي مش فارق معاهم. لو اكتشفت إن العلاقة دي بتستهلك طاقتك وبتكسرك أكتر ما بتبنيك، يبقى لازم توقف. مش لازم تقطعها مرة واحدة على فكرة، انت ممكن تخف وجودك حبة حبة. حط حدود واضحة، علمهم إنهم مش سهل إنهم يأذوك. جرب تعمل كده، جرب كده تكتب كل حاجة بتضايقك في العلاقة دي على ورقة. هتكتشف إنك كنت شايل أكتر بكتير من اللي انت كنت متصوره. كمان اتكلم بوضوح، لو تقدر تواجه اعمل كده وقول كل حاجة من غير خوف، وحتى ولو خايف. الكتمان بيزود سم في العلاقة مش بيقللها أبدا. ولو شفت إن مفيش فايدة ومش هيتغير وهيفضل كده كده موجود بنفس الاتيتيود، اسحب نفسك كده بهدوء. وساعات بيكون الهروب هو ده النجاة. ودلع روحك كده، قرب لنفسك أكتر،
قرب للناس اللي بتحبك حب نضيف، حب من غير أذى ولا وجع راس. افهم إن الحياة قصيرة، مفيش حد يستاهل إنك تعيش عمرك تعبان وبتفكر فيه ومتضايق بسببه أبدا. علشان الحب الحقيقي ده مش مؤلم، ولا الصداقة فيها سم، ولا الاهتمام فعلا من القلب بيجرح. ده بالعكس تماما، الحب الحقيقي ده بيبقى أمان واحتواء. الصداقة الحقيقية دي بتبقى جنة على الأرض، يعني ولا فيها أي حاجة من الحاجات الوحشة دي اللي بنسمعها. بس أهم نصيحة، اللي عايز يتغير هيتغير لوحده، مش عشان انت عايز تغيره. مش لازم كل حد بنحبه نسيبه يكمل في حياتنا، أو مش لازم نتحمل كلمة بتوجعنا ولا تصرف بيقلل من قيمتنا. بنقول عادي أصل احنا عشرة، لأن العشرة الحقيقية عمرها ما تأذي، عمرها ما تقلل منك ولا تكسرك قدام نفسك. العلاقات المسمومة مش بس حب ولا صحوبية، ممكن تكون قرايب، زملاء، أي حد وجوده بيتعبك أكتر ما بيريحك. صدقني، القوة الحقيقية مش إنك تستحمل، القوة الحقيقية إنك تحط حد، تختار نفسك، تحمي قلبك من أي أذى، حتى لو دفعت تمن ده وحدة شوية. اللي يوجعك النهاردة بغيابه هيكون سبب إنك ترتاح بكرة بغياب. سبحان الله يا أخي. وأوقات كمان ربنا بيبعد عنك ناس غصب عنك، علشان بس يشيل من قلبك حمل انت مش شايفه. ممكن يبقى جواك انت فعلا مش قادر، ومش قادر تمشي في نفس الوقت، عشان بجد بتموت في الشخص ده، مش بتحبه بس ربنا شايف انك بجد بتتعب، وبجد انت ما تستاهلش كده، فبيبعده غصب عنك. حافظ على قلبك، ما تسمحش لحد ياخد منك أمانك وسلامك. اعرف ان اللي بيحبك بجد هيكون أمان مش سجن، سند مش قيد. وده كان بودكاست قبل النوم. لو حاسس إن الكلام لمسك ابعته لحد محتاج يسمعه، يمكن تكون سبب في إنه يفوق من علاقة بتنهش فيه وهو مش واخد باله. واستناني في الحلقة الجاية بحكاية جديدة من اللي بنقفل بيهم أبواب يومنا وبنفتح بيهم أبواب للراحة. حاول تنام النهاردة مرتاح، نام وانت مختار نفسك، وتصبح على خير، وسلام من كل القلب.